هو التركيز على هذه المقابله. الجميع دابا حنا كمتتبعين حنا كنعتقدوا بان الفريق المغربي بهذا القوه ديالو بهذه الطريقه باش كيلعب، انا كنعتقد متماسك، فريق تو جيد. اذا انا كنعتقد بان المقابله الجايه غتكون جد صعبه بالنسبه للفريق الوطني المغربي، ونتمناو بان الفريق الوطني المغربي يكون عند حسن ظن المغاربه سيرتو في هذه المقابله اللي جايه، ومن بعد كل مقابله عندها ظروفها. هو الاهم كان هو من بعد فوز على اسبانيا والبرازيل. كانت المقابله الاهم اللي كانت فيها بريسون كامله، لانك كنت مضطر بز منك خصك تربح كوريا اللي بينات على انهم توا منتخب قوي، منتخب فيزيكمون في الطوب، لعبوا بواحد الريتم طالع. المغرب الحمد لله قدرنا اننا نديروا لو جو ديالنا، ماركينا، ديفوندينا، خلينا الكره، مشينا في لي كونتر اتاك، ماركينا فيها اهداف، بقينا سوليد حتى اخر المقابله. المغرب تماركاو عليه 3 البيوت 3 البيلانتيات. كيبان باننا ديفونسيفمون اوني تري سوليد. كيتبارك علينا دائما في الاخر ديال المقابلات هذه، حتى هي خصنا نزيروها شويه. مي بون درنا ماتش اكسيلون، مقابله كانت ديال الرجاله، مقابله كبيره ما شغلناش مع من نلعبوا. اللي جا مرحبا به. نهار الحد نلعبوا مع امريكان، غادي نلعبوا معاها. كنظن بانه لعبنا مع 2 ماتش في بريباراسيون. هذوك لي 2 ماتش شناهم، تفرجنا السي وهبي تفرج فيهم في هذه الكاس العالميه. كلشي كيعرف كلشي الحاج. الان غيبقى المهم، ها حنا قضيناه، غيبقى مقابله للتاريخ، مقابله كبيره كلشي كينتظرها. ماتش عاوتاني كارت فينال ديال كوب دي موند الحاج. كنظن هذا راه ربح بالنسبه للكره المغربيه، حتى بالنسبه للمسؤولين على الكره المغربيه، وربح حتى بالنسبه لهاد الوليدات هادو اللي كيكتشفهم الجمهور المغربي. هذا واقع بان يعني اش غادي نقول لك، كاين القاعده، كاين سميتو، خصها واحد الاستمراريه. والكره حتى واحد ما يعتقد بان الكره فيها اللي تلعب مزيان وتربح وتقول دائما غادي نربح. هذا راه اللي كيعتقد هذا الشيء راه يمكن تدوز واحد الوقت، تدوز واحد المرحله شويه صعبه، ولكن الا كانت عندك يعني القاعده، كانت عندك قاعده سوليد، ولا ما غادي ترجع. بالنسبه لي انا دابا الظروف ملائمه، وبالنسبه للفريق الوطني المغربي ديال الايفان الظروف كلها ملائمه. علاش ملائمه؟ اولا بالنسبه للاعبين، يعني من اللي ربحوا دائما سيرتو من الناحيه الذهنيه غادي يكون عندهم دائما واحد الطموح، وكنعرفوا هاد الفئات هذه دائما كتلقى هذيك الرغبه وهذيك ديال لو جون، كيبغي يربح، كيبغي يوصل، وكيبغي بانه يلعب على لو تيتر وهذا. ولكن كاين مدرب اللي كيعرف كيفاش التدبير ديال هاد لحقاش هذه عقليه كتكون واحد الوقت كيكون عندها يعني السيف ذو حدين. اما كتكون عندك افراط باش دير لو جو، اما كتدخل كان عندك مدرب. اعتقادي المدرب راه عارف بان خاصو يكون ان جو، سيرتو بالنسبه لي انا كل لاعب بانه جماعي، لاعب في المصلحه العامه، في المصلحه ديال الفريق. ما تكونش بحال هكا ديال سيرتو بعض اللاعبين يمكن، حيت هذا كاين هاد بعض اللاعبين، ولكن ما نظنش كاينه بهذه العقليه ديال بانه يلعب يعني صالح هو اكثر من صالح ديال الفريق الوطني. اذا انا كنعتقد إلا لعبوا بالطريقه باش لعبوا بها سيرتو المقابلات الكبيره مع اسبانيا ومع يعني مع سميتو مع البرازيل، وتا هذه المقابله هذه اللي لعبوا بديك الطريقه، وتا مع ضد كوريا، كنعتقد بانهم غادي يديروا مقابله كبيره. وبالتالي نتمناو ان شاء الله باش ندوزوا للدومي فينال. هو اللي خصو الجمهور المغربي بانه يعرف بان راه ماشي مقابله سهله، وماشي مقابله. منتخب الامريكي الحاج ماركا 16 البيت، فوالا هذا هو اللي في 4 ديال الماتشات ماركا 16 البيت. يلاه دخلوا عليه 3 ديال الاهداف، 16 البيت اللي ماركا. ربح بتسعود لواحد كاليدونيا الجديده، ربح فرنسا ب3-0 وخسر لانهم تما بدلوا المنتخب، دخلوه تكاليفاو في 2 جولات، خسروا مع جنوب افريقيا ب2-1. ومن بعد لعبوا مع الطليان ضربوهم 3، 16 الهدف. كيبان بان عندهم جمهور قوي، او فرقه قوي، فرقه مزيانه. مي انا اش كيبان بان عندهم هجوم في المستوى. هذا تا هو. راه شوف اللاعب اللي غادي يلعبوا ضدهم وساعدين دابا الفريق الوطني المغربي،
ولا بدا زعما هادشي كله غادي يكون يعني القراءه اللي غادي يدير المدرب وراه غادي كيديرها حتى اللاعب، لحقاش راه عايش في الاجواء، عارف مع من غادي يلعب، عارف شكون هو الادفيرسير، عارف يعني هادشي اللي كنتكلموا عليه سجلوا هذا، عارف القوه ديالهم. راه اللاعب خصو يكون هذا اللاعب خصو هذا هو الذكاء ديال اللاعب، وهذا هو التركيز ديال اللاعب، هو كيعرف الخصم يعني القوه ديال الخصم والضعف ديالو، وهو كيعرف حتى هو القوه ديالو بالضفه، ولا كان عنده شي ضعف يقدر يتجاوزو. هذا هو اللاعب ماشي كيدخل هذاك الشيء يعني كيبغي يدير ذاك اللاعب اللي بغاه هو، راه عنده ادفيرسير قدامه، راه حنا كنتكلموا شحال سجلوا. اذا هادو بالنسبه لي سيرتو من الناحيه الهجوميه فهو فريق صعب. اذا بالنسبه لي لا كانت بحال مثلا كنتكلموا على الفريق ككل من الناحيه الدفاعيه وشفناه مع اسبانيا وشفناه مع البرازيل، الطريقه باش دافعوا الطريقه هذا كنظن ما غاديش يكون مشكل، يعني ما غاديش يكون مشكل بديك الطريقه باش دافعوا الفريق الوطني المغربي والطريقه باش كانوا كيمشيو يسجلوا. يعني كان بان فريق متماسك، فريق عنده لاعبين متميزين سيرتو من الناحيه الهجوميه، ملي كتكون عندهم بوزيسيون باس، السرعه، هذا الاداء، لي باس اللي كيكونوا ديسيزيف، كلشي جميع اللي كيبقى هو اللاعب يبقى مركز الى اخر دقيقه من المقابله. هذا هو نتمناو الخير ان شاء الله، نتمناو الخير ونشوفوا المنتخب الوطني المغربي يحقق لنا داكشي اللي كنتمناو. كنظن ربع كاس العالم ولات هي العادي عندنا في الكره، المنتخب ديال الكبار، المنتخب ديال اليو 17 ها هو المنتخب ديال اليو 20 الدريات تا هما اللي كانوا تكاليفوا للثمنيه ديال كاس العالم. فلحد موعد مع التاريخ مره اخرى المنتخب الوطني المغربي لما لا ان شاء الله نديروا ماتش كبير مع امريكان وندوزوا للدومي فينال، ومن تما لتما ربي